مفيش حد ما عندوش بنطلون كده يكون قديم او منتوش او مقطوع ركنه على جنب ملوش اي استخدام ولا حتى هينفع نتصدق بيه. تعالوا بقى نستغله في فكرة تحفة. هناخد الجزء اللي فوق كده من البنطلون وهنساوي الجزئين على بعض. شلت الجزء بتاع الزراير خالص والجزء المقابل ليه. هنستخدم اي طبق مدور او اي غطا كده علشان ناخد الجزء اللي تحت ده بدوران، وهنقلب النص ده عليه علشان ناخد نفس الدوران على الجنب التاني. وبعد كده هنجيبه على القلبة وهنقفل الجزء ده كله اللي هو التلات جوانب دول من تحت، هنقفلهم بالخياطة على ايدك او بالمكنة. وممكن كمان تعمليه على ايدك غرزة ضيقة، واظن عملنا قبل كده شنطة بغرزة على الايد وكانت تحفة ومتينة. انا هقفله كده، وبعد كده اخدت نفس المقاس على قماشة نفس الشكل بالظبط وعملته بطانة بالشكل ده نفس الشكل. هلبسها فيها كده وهبدأ اثبتها بالشمع. انا مش محتاجة خالص اركب البطانة بتاعتها بالخياطة، ودي طريقة سهلة جدا للناس اللي ما بتحبش الخياطة كتير او مش متوفر عندها مكنة. هنثبت البطانة بالشمع، يعني تقفيلة الشنطة فقط اللي هنقفلها بالخياطة. هنرجع نعدلها بالشكل ده. وهنا استخدمت خيط المكرمية عملته ضفيرة. لو عندك حزام جلد بتاع شنطة قديمة استخدميه. انا ثبت الايد بالخياطة علشان تبقى متينة. وبعد كده هعمل اطار بشريط الشراشيب ده نفس لون خيط المكرمية، وهيديني شكل حلو قوي. ممكن تستخدمي اي شريط تزيين او اي حزام برضو يكون جلد بتاع شنطة، وممكن تركبيه كمان في حلقات الحزام بتاع البنطلون، هيديكي منظر حلو قوي. يعني تكات التزيين والحركات دي عليكي انت وعلى ذوقك. خدي الفكرة الأساسية ونفذيها بطريقتك وبذوقك. عملت لها قفل كمان بالسكوتش علشان ما يبقاش فيه صعوبة في تركيب سوست للناس برضو اللي ما بتعرفش في الخياطة قوي، مش هتعرف تركب سوستة. دي أسهل طريقة ممكن تعملي قفل يكون قوي جدا بالسكوتش. أنا عملت جزء كبير كده علشان تبقى الشنطة مساحة كبيرة منها مقفولة ومتينة. وبس كده الفكرة خلصت. شكلها تحفة جدا جدا، متقفلة كويس قوي، البطانة شكلها نظيف جدا، مساحتها كمان كويسة قوي. شنطة بجد ما فيهاش غلطة، والجنس ما بيبطلش والموضة بتاعته ما بتقدمش خالص. بصوا الشكل تحفة في اللبس كمان، والله احلى واحلى. تقدري تعمليها لنفسك او لبنوتك في العيد، ومستنية رأيكم بعد ما تنفذوها ان شاء الله. واستنوني في افكار جديدة وتكون سهلة وتكون موفرة ومفيدة.